العلاج الطبيعي بيشخص برضه وبيدي علاج طبعا. طيب، بالنسبة للأدوية، ده حق محجوز للطبيب البشري ولطبيب الأسنان في ظروف معينة، وكمان للصيادلة، ده حق محجوز ليهم. لكن دكتور العلاج الطبيعي ملوش إنه يدي أدوية، ولكن في بعض البلاد المعينة بيكون ليه حق إنه يدي أدوية، ولكن في ظروف معينة وبتصاريح معينة وبكورسات معينة وحاجات كتير قوي معينة. لكن دكتور العلاج الطبيعي والممرض في الهيئة الصحية أو في التيم بتاع الصحة مش مكلفين إنه يدوا أدوية أو روشتة مكتوب فيها أدوية، دي حاجة غير قانونية. لكن في مصر في أوقات بتلاقي يعني الناس بتوصف أدوية وحاجات، ودي حاجة مش صح. حتى لو انت صح، بس مش صح كفريق كتيم، انت مش ده دورك. حتى لو العلاج الطبيعي بيشخص، فبيشخص او بيعمل اسسمنت او تقييم علاج طبيعي، ده تقييم غير التقييم بتاع الطبيب. ولما بيوصف بروجرام، يعني نظام تدريبي كعلاج طبيعي، ده في التخصص بتاعه، انه يرجع بقى الفانكشن، يرجع وظيفته، يرجع الحركة وهكذا.